نزل الناشط السياسي رياض جراد على صفحته الخاصة بجانب التواصل الاجتماعي تدوينة قال فيها بأن بطاقة إيداع بالسجن في حق المفلوز وعراب صفقات المال السياسي الفاسد غازي الملولي الفار من العدالة والصادرة في حقه أحكام سجنية عديدة. وذكر بأن الإطاحة به تمت منذ أيام قليلة بعد عملية استدراج نوعية قامت بها فرقة أمنية مختصة تابعة لإدارة الشرطة العدلية بالجرجانية تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي والمالية. وذكر بأن عملية إيقافه سوف تبين حقائق مدوية وصادمة حول عمليات حركة النهضة المشبوهة وصفقة تسليم البغدادي المحمودي وأشياء أخرى تتورط فيها النهضة بشكل مباشر. هذا وللتذكير فإن مصادر مطلعة أكدت بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالجرجانية بالاحتفاظ بغازي الملولي رجل أعمال تونسي ووسيط دولي في قطاع النفط. ووفقا للمعطيات الأولية فإن إيقاف رجل الأعمال التونسي كان من طرف أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالجرجانية باعتباره محكوما غيابيا بأكثر من 100 حكم سجني ومطلوب في قضايا غسيل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم ديوانية ومصرفية في تونس، كما أنه محل تتبع قضائي لدى عدد من الدول من بينها ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، أين قام مكتب التحقيقات الأمريكي الخاص والمكلف من طرف السلطات الليبية بتعقب الأصول التي تملكها عائلة القذافي، واكتشف حقائق مدوية حول عمليات غسيل وتبييض أموال تخص عائلة القذافي. وللإشارة فإن الملولي معروف بلعب دور بارز في صفقة تسليم البغدادي المحمودي إلى حكومة الإخوان في طرابلس سنة 2012. وحسب معلومات أولية فقد قام الذراع المالية رقم 1 للبغدادي المحمودي بسحب مبلغ 500 ألف دولار من حساب إيداع خاص بالبغدادي المحمودي بمصرف اليوباف فرع تونس بموجب توكيل خاص ليسلم كامل المبلغ إلى نور الدين البحيري بواسطة مستشاره السيد الفرجاني، والذي بدوره حصل على منابه من الصفقة عن طريق غازي الملولي.